سلام سلام، شلون تكونون كان بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، فيديو جديدة، وصفة جديدة. قبل ما نبدأ ديرولي جيم كومنتير وابوني ماذا بيكم حتى نوصلوا لاباج انكا باش يولي عندي حماس اكتر. اليوم جيتكم بوصفة الكوكيز سهلة ما لا توجد بالخف. تعمل لكم كمية كبيرة من 55 حتى 60 حبة. عندي هنا 2 حبات بيض، عندي 250 غرام تاع مارغرين، عندي قريب 300 غرام تاع السكر قيمة كاس وربع تاع السكر، عندي هنا لي بيبيتو شوكولا قيمة 150 غرام، عندي لافاني، عندي تاني لا لوفور شيميك باكيت، كيس خميرة كيميائية. عندي هنا نبدا اولا بالتحضير. عندي 250 غرام تاع الزبده، قلت لكم 300 غرام سكر ولكن انا نقصت منها، عملت 280. يعني تحبوا تزيدوها تحبوا تنقصوا كما تحبوا، كما تعرفوا الحلاوه بزاف تفضلنا. المهم خلطتهم مليح مليح بالباطي واحد 3 مينوت حتى 5 مينوت. بعد زدت معاها 2 حبات تاع البيض، يكونوا نورمال، ما يكونوش الزبده والبيض يكونوش باردين بزاف، يعني نورمال. نخلطوهم مليح مليح حتى يضاعف هذيك، حتى الزبده الخليط يولي كريمه بيضه. راكم فاهم على الشمس ما يشبالكم بزاف. المهم حتى تولي كريمه خفيفه وشابه هنا باش تنجح لكم الوصفه. زدت معاها اللافاني، وقلت لكم كيس خميره كيميائيه واحد. تحبوا تعملوا بيكربونات تعملوا نص باكي خميره كيميائيه وشويه تاع بيكربونات. المهم هنا في الفرينه عملت في الاول عملت قيمه 450 غرام، من بعدها بديت نزيد بشويه بشويه. عملت 450 غرام عملتها كامل، عملتها بالتدريج 2 خطرات، ومن بعدها بديت نزيد بشويه بشويه. عملت 450 الاولى، من بعد زدت 100 غرام، يعني زدت نزيدها يعني 550. ونزو كاع فرينه 550. ما تخافوش، غادي نعمل لكم المقادير في الديسكريبسيون تحت، تضربوا في العنوان غادي تلقوا المقادير كامل بالضبط تحت لا فيديو. المهم هنا غادي كي تعجنوا العجينه باش تعرفوها بلي راهي سي بون، غادي كي تنحوا من يديكم سي تعرفوا بلي راهي طير. كي تشوفوها بلي راهي طير يعني سيبون لاباط راهي حكمت لكم. ما تنشفوها بزاف، ما تخلوها مسمخه بزاف. هنا لي بيبيت الشوكولا عملتهم مع التالي، انا كان عندي شويه، تحبوا تزيدوا زيدوا ماذا بيكم. بعدا رحت نشري باش نعمل من الفوق. هنا عملت جبت ميزان باش نوزن الحبيبه تاع كوكيز. تحبوا تعملوا العبار 20 غرام ولا تحبوا تكبروهم شويه، تحبوا تصغروهم. انا عملت قيمه 20 غرام، اللي كانوا باقيين التاليين عملتهم 25 باش نكمل عليه. بس عملت 2 ثواني والثالثه جاتني فيها شويه. المهم هنايا كنت طبعتهم كما كنتوا تشوفوا بثلاث صباع 3 صابعي. عملت كورتها مليح مليح باش متجيش مفرفشه، ومن بعد طبعتها بصباعي كما وريتكم. المهم هنا لما يتهم كان في الصينيه نخليه شويه ليسباس كما شفتوا، ومن بعد نخليهم في الفريجيدير ولا في الفريغو كما تحبوا. انا في الفريجيدير خليتهم واحد نص ساعه، وتحبوا في الفريغو تاني تخليهم ربع ساعه 20 مينوت. مهم يحكموا رتنهم، ما تخلوش بزاف في الكونجيلاتور في احسن فوق نص ساعه، خليهم ربع ساعه 10 دقائق زعما هذه هي ما بيناتهم. بعد جبت لي بيبيت اللي كان اللي شيتهم عملتهم من الفوق، تخلوهم تريحوا في الفريجيدير ولا في الفريغو، ومن بعد تدخلوهم في الكوشه ديجا تكون سخونه ما قبل، ومن بعد تخرجوهم كي تشوفوهم بداو يحمروا من تحت، بداو يحمروا شويه من الفوق، نحيوهم خليوهم في الصينيه، ما تنحيهمش متم، خليهم يريحوا شويه. كي يدفاو يغرب يبردوا نحيوهم، عملوهم في الطبسيخ حتى يبردوا غايه لا غايه، وتعملوهم في اون بوط تبلعوا عليهم. شهيه طيبه، مع السلامه.